هل تصميم استاد النادي الأهلي الجديد مستاهل كل الهايب ده؟ قبل ما ادخل على تصميم الاستاد في كام معلومة لازم نعرفها. أولاً شركة جينسلر اللي صممت الاستاد ده مش أول استاد ليها، صممت استادات كتير قبل كده، من ضمنها بي ام او في لوس أنجلوس، وأولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، وواشنطن 24. ندخل بقى على الاستاد. الاستاد مليان تفاصيل تستاهل نتكلم عنها، من اول التصميم الخارجي اللي مليان خطوط انسيابيه، والقوس الكبير اللي هيكون لاند مارك واللي هيتشاف من كل حته حوالين الاستاد. مع اول خطوه جوه الاستاد هتلاحظ ان في 3 جوانب مقفولين وجانب واحد بس اللي مفتوح، وده ليه؟ علشان ال3 جوانب يضخموا الصوت ويزودوا حماس الجمهور، وقصاد ده جانب واحد اللي بيبقى مفتوح علشان يدي مساحه كبيره للرؤيه ويساعد في تدفق الهواء. وده ليه بقى؟ لان زي ما احنا عارفين ان ارض الاستاد في منطقه فيها مطارات، فالمصممين اضطروا ينزلوا بسطح الملعب تحت الأرض، وبالتالي هيكون في جزء من الجمهور قاعد تحت مستوى الأرض، وعلشان كده بقينا محتاجين رؤية أكتر وتهوية أفضل. بقية لقطات الاستاد بقى بتبين التزام المصمم في الاكستيريور والانتيريور بإنه يقدم تجربة ترفيهية، وده عن طريق الفري فورمز أو الأشكال غير المنتظمة، ما عدا الجيم اللي بالمناسبة شبه الأوفيس بتاعنا، واللي خطوطه كلها منتظمة وحادة علشان تدي إحساس للعيبة بالجدية والانضباط. بالظبط كده. تصميم الاستاد بقى وعناصر الابهار اللي فيه دي كلها تطرح 3 اسئله. الشركه المصممه قالت ان وجود الاستاد تحت مستوى الارض هيخلي ارضيه الملعب تحافظ دايما على درجه حراره اقل وكانه مكيف تكييف طبيعي. السؤال هنا بقى، هل وجود ارضيه الملعب تحت مستوى الارض هيخلي تغطيه سقف الاستاد في الظروف الجويه المختلفه دي مستحيله؟ والسؤال التاني، هل هنحتاج نستخدم إضاءة صناعية طول الوقت بسبب المستوى اللي تحت الأرض ده؟ هل تصميم الملعب ده ممكن يتلعب بيه ماتشات في النهار ولا هيرمي ظل ويتعب اللعيبة ويتعبنا وزي ما بيتعبنا كده في البلاي ستيشن؟ وأخيرا عايزين نعرف رأيكم، هل فعلا هيخلصوا الاستاد في 4 سنين